اهو العيش اللي احنا عملناه، شايفين حلاوته اهو، شايفين جميل ازاي اهو. لو نفسك تعمليه حبه في الفرن البوتاجاز مفيش حاجه مستحيله اهو. شايفين الرغيف من هنا ومن هنا اهو. عايزاكم تخشوا وتشوفوا احنا عملنا العيش الحلو ده ازاي اهو. وهنكسر معاكم واحد، شايفين اهو اهو. انا نسبته ينس خالص في فرن البوتاجاز اهو. احلى من العيش الفينو على فكره، وانا عاملاه بدقيق اسمر يعني اهو. عايزه تعمليه اهو بشكل، شايفين شكل العيش اهو، طعمه وريحته والله جميل جدا 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 اهو. للمحبين يعني العيش الشمسي وكده اهو. هو الواحد بيجيب الرغيف الفينو اللي هو في الفرن اللي هو الني. لو ما عندكيش الخميره، حاجه سريعه كده على طول على طول بنعمله كده في ثواني. بتخلي العيش زي الفل. عايزه تعملي كميه، عايزه تعملي كده اهو اهو. خبزنا عيش شمسي وحلو والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ انا النهارده عندي حوالي كيلو دقيق. الكيلو دقيق ده انا اخت فاضله طلبت مني اعمل لها العيش الشمسي، بس ايه في الفرن البوتاجاز. انا جبت ما عنديش طبعا خميره بلدي، فانا جبت رغيفين من الفينو جاهزين زي الخميره. بعد ان شاء الله هوريكم بعد كده الخميره البلدي بتتعمل ازاي. وعندي كوبايه فيها معلقه سكر، شويه سكر وحبه ومعلقه ايه خميره فوريه. دي هدوبهم كده بشويه ميه وهسيبهم شويه كده عشان اعجن بيهم العجين بتاعي اهو. هدوبهم كده شويه اهو، السكر مع الخميره، وهسيبهم مع بعض شويه. انا مش هعمل كتير علشان انا يعني عايزه اوريه بس الاخت الفاضله اللي طلبت مني العيش الشمسي في فرن البوتاجاز. هو احنا العيش الشمسي كميه كبيره لازم نعملها في الفرن الكبيره عشان تشهل معانا. فاحنا كده ايه اهو. انا عملت الخميره وبنعمل لها خميره بلدي ان شاء الله. هوريكم الخميره البلدي بتتعمل ازاي. وعندي هحط رشه من الملح اهو، رشه من الملح. وعندي ميه دافيه للعجن اهو. هحط كده ميه للعجين. ودي طبعا رغبتك ان انت عايزه تعملي بدقيق ابيض بدقيق اسمر، تبع الرغبه بتاعتك اهو. هسمي بسم الله وهعمل ايه العجينه بتاعتي. هحط الخميره اهي بتاعتي اهي عليها بالسكر، وهعجن. العيش الشمسي بيحب العجين، تعجني زي على قد ايه ما تقدري. انا مش هكتر، بس انا ممكن اعمل كميه، بس انا ايه هجربه هعمله لكم في فرن البوتاجاز. هنعجن. بص يا حبايبي، العيش الشمسي بيحب تفضلي تعجني وتملكي فيه. هجيب الخميره اللي انا جايباها اهي. انا جبت عيش بدل ما اعمل خميره بلدي دي ايه عيش شمسي سريع. احنا في الصعيد بنربي له خميره بلدي. فاحنا لما نكون مستعجلين بنجيب الفينو ده وهو نربي عليه وتعجنيه، تفضلي تملكي فيه كده، تملكي على قد ايه ما تقدري. هملكه كده عشان يبقى معاكي عرق ويبقى حلو. هملكه وهرجع لكم وانا بملك فيه. بصوا يا حبايبي، لازم العيش الشمسي تبقى عجينته بتلزق كده، لانك بتفضلي تملكي فيه اهو. نفضل نعمل كده بالميه ونملك عشان يطلع عيش حلو اهو. العيش الشمسي كده لازم يبقى بيلزق كده، لان العجينه بتاعته بتبقى كده. احنا طبعا بنعمل كميه كبيره
بس احنا النهارده مش هنعمل ده، احنا بس ايه هوريكم الخبيز العيش الشمسي في فرن البوتاجاز. انا عندي طبعا ايه فرن، بس لما الاخت الفاضله طلبت مني العيش الشمسي في فرن البوتاجاز، فانا قلت لازم اعمله لها اهو. قلت ان شاء الله بكيلو دقيق كده هعمله لها. وانا ايه مولفه بعجن كميه كبيره، فعشان كميه صغيره، الكميه الصغيره غير الكميه الكبيره مش بتتحكمي فيها زي الكميه الكبيره. الكميه الكبيره طبعا بتحطي ديك 2 وتعجني بقى ايه وتملكي تعملي ايه ما بدالك. يا حبايبي انا ملكتهم. بالمناسبه ان انا ايه العيش الشمسي ده دلوقتي بنعمله على المروحه في قلب الشقه، يعني تولعي المروحه كده ومفيش الشمس يعني في اي وقت، في اي وقت بتعمليه. انا كده اهو بسم الله الرحمن الرحيم قطعت اهو. هتعملي بقى العيش الشمسي. انا عندي طبعا المقارص اهو تبع الرغيف في ايدك، عايزه تكبريه اهو. عندي مقارص اهي جايباها معايا من الصعيد. لو ما عندكيش هتجيبي صينيه وتحطي عليها الرده وتعملي احلى عيش شمسي اهو. بس انا حبيت اوريكم اهو. هتقطعيه كده بالشكل ايه ده اهو، وتحطي الرغيف كده اهو على المروحه. احنا طبعا مش مكترين، بس انا حبيت اوريكم عشان نعملهم في فرن البوتاجاز. هنخلص كميتنا ونرجع. بصوا يا حبايبي احنا قطعناهم. هنجيب دقيق كده وهتبلي ايدك بالدقيق عشان تبطي العيش الشمسي تسويه كده على المقرص اهو. لو ما عندكيش المقارص دي احنا بنعمله في صينيه او صواني صغيره اهي. انا بضطر ايه اهو عشان ايه اساوي الرغيف معايا. هناخد نفس الكميه اهو. سيبيه الاول يشف كده وتعملي ايدك دقيق عشان ما يلزقش معاكي وانت بتسلمي تبطي عليه اهو. حاجه سهله وبسيطه هتعمليها في بيتك يعني. بص مش زي زمان بنعمل في الشمس ونتعب نفسينا، لا دلوقتي بتعمليه على المروحه في اي وقت. لو عايزه تحطيه في الشمس عندك بلكونه حطيه، بس احنا دلوقتي على المروحه في قلب البيت وبنعمله اهو. بس انا حبيت اوريكم العيش الشمسي اللي في البوتاجاز، حاجه ايه سريعه. هنسيبه يخمر براحته راحته اهو. الكميه كلها مجرد ما تحطيه تحت المروحه اهو، حتى مش محتاج دقيق. هيشف كده وتبطيه براحته اهو. هتسيبيهم يخمروا براحتهم خالص 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 اهو. تعالوا شوفوا العيش معايا بعد ما سيبناه، شايفين خمر ازاي اهو. شايفين الرغيف بيجي خمران ازاي اهو اهو كده. العيش الشمسي بتاعنا اهو خمر اهو. واذا وصلت معايا لحد كده بالفيديو خشي على القناه واعملنا لايك واعملنا شير. ادي اهو العيش الشمسي. احنا كده هنبتدي نقلب العيش بتاعنا اهو. بسم الله اهو. هنشيل الرده اللي عليه كده اهو. وهنسيبه برضو يشد الوش بتاعه كده. انا مولعه فرن البوتاجاز دلوقتي اهو، مولعاها وسايباها تسخن.
هنشيل الردة بتاعتنا اللي احنا حطيناها عليه. هنشيل كل الردة. هنسيبه يشد الوش بتاعه اهو. لازم بعد ما تقلبيه كده تسيبي الوش بتاعه يشد. نشيل كل الردة اللي عليه. ده كده لازم تقلبيه. بعد كده اسهل ما كنت تتصوري، خبزه كده بالراحه هتخبزيها. عايزه تعملي كميتك تضيفيها، يعني تخلي كميه اكبر من كده ماشي. انا بس انا عملت دول بس كده بحوالي كيلو دقيق، عشان اهو كده. انا هسيبهم لحد ما يتشدوا خالص. وانا مولعه فرن البوتاجاز. هنشوف بعد كده هنعمل ايه فيه. بصي لما حطينا العيش الشمسي بتاعنا المره التانية، انا هجيب سكينه وافتحه كده اهو. تفتحي كده بالراحه كده اهو. هتفتحي معاكي الرغيف كده اهو. هنفتح الرغيف بتاعنا بالشكل ده. او عندك خلة اسنان، بس انا بفضل السكينة اهو. على طول هيمشي معاكي بالطريقة دي اهو. كده كده بسرعة اهو. هنعمل واحد كمان اهو. هنفتح كل العيش بالشكل ده. كمية العيش اللي انت خبزاها بعد ما تيجي قبل ما تحطيها في الفرن لازم تفتحيها بالشكل ده اهو. انا بفضل السكينة معايا، بتساعدني اسرع واحسن اهو. هنفتح كل العيش اهو بالطريقة دي. انا دلوقتي مولعه الفرن اهو. هتروحوا معايا على الفرن اهو. مولعه الفرن بتاعتنا، ويلا بينا هنشوف فرن البوتاجاز هتخبز العيش ده ازاي. بصوا يا حبايبي العيش بتاعنا، بصوا انا عامله الصاج ده هنحطها في الفرن سخن اهو. هاجي احط فيه العيش كده اهو. بص فيه العيش كده اهو. لازم يكون الصاج سخن شويه طالعين من الفرن اهو. ادي العيش بتاعنا. هنحط كل الكميه بتاعتنا في الصاج اهي. شايفين كميه العيش؟ الصاج سخن معايا، وبينا نروح نحطه. مسخنين الفرن، هنروح نحطه في فرن البوتاجاز وهنشوفه هيعمل ايه. انا رصيت اهو العيش اهو بتاعي في الفرن، فرن البوتاجاز اهو. هقفل عليه دلوقتي وهشوفه لما يطلع هوريه لكم باذن الله. تعالوا نشوف العيش الشمسي بتاعنا جوه الفرن. شايفين ما شاء الله ازاي احنا مدرد ما اهو. شايفين احنا حطيناه، كنا حاطينه من تحت عشان ما يتلسعش مننا. اول ما كده على طول اهو. شايفين اهو. رحت انا وطيت عليه وحطيته على الرف التاني. يعني الاول تحطيه من على الرف الاولاني على الصاجه الاولانيه علشان يقب معاكي، وبعد كده هو تروحي مطيه عليه الفرن وتسيبيه اهو. شايفين اهو. هنسيبه دلوقتي يستوي براحته خالص خالص. ادي العيش الشمسي بتاعنا اهو بتاع البوتاجاز اهو. شايفين اهو من تحت اهو. احنا ولعنا الشوايه ليه شويه اهو. شايفين كده العيش الشمسي بتاعنا اهو.
هو بياخد شويه في البوتاجاز بس يعني ايه حلو خالص اهو. احلى عيش شمسي يعني هتعمليه مادام ما عندكيش فرن خبيز هتعمليه في فرن البوتاجاز اهو. واذا وصلتوا معايا لحد كده للفيديو اعملوا لنا لايك واعملوا لنا شير وشوفوا خبزنا العيش الشمسي ده ازاي اهو. عيش الشمسي اللي طلبتوه مني في الفرن البوتاجاز اهو. احلى عيش شمسي في فرن البوتاجاز اهو. وعلى المروحه لا حطينا في الشمس ولا هتعبنا نفسنا. عايزه تعمليه في اي وقت وانتي واقفه كده في المطبخ هتعمليه اهو. احلى عيش شمسي اهو. احلى عيش شمسي. واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك واعملوا لنا شير واشتركوا في القناه وعشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.